يعني مثلا استاذ هاني شاكر ده ما ينفعش انا اقول رايي فيه. في النقابه اشتغلت مع استاذ هاني شاكر، اشتغلت مع استاذ مصطفى. مصطفى كامل. شايف مين اداري انجح ومين عنده جماهيريه جوه الموسيقيين مش بره. يعني الفنانين المغنيين والموسيقيين بيحبوه اكتر. لا الحب ده بقى بتاع ربنا، انا ما اقدرش لا ما انت أحكم. بتحبني من قرارات، انا مش بحبك شخصيا. لا اداريا. هو هنا ما دام انا مسكت منصب هو مش هيحبه لله، يعني هو بصي يا بيحبه نادي، كقرارات. بصي اداريا يعني خلينا اقول حاجه الاول. يعني مثلا استاذ هاني شاكر ده ما ينفعش انا اقول رايي فيه لا ده ولا غير. كمغني ما طبعا. انا هكمل. راجل فنان تراث بدرجه اول. بدرجه تراث بدرجه اول دكتوراه. يعني راجل طبعا. فنان وليه تاريخ كبير، وليه مش انا اللي اقيم هاني شاكر طبعا ولا اي حد يقدر يقيم هاني شاكر فنيا. نختلف بقى مع بعض في اداريا. اداريا. اداريا لا مصطفى كامل لا اداريا اقوى. ليه بقى مصطفى كامل اداريا اقوى؟ لانه مهتم جدا ازاي ينجح كاداري وينجح كنقيب موسيقيين في انه يعمل طفره في الايرادات. لا حصلت طفره كبيره جدا في الايرادات، وحصلت طفره في المعاشات، وحصلت طفره كبيره قوي في العلاج، وحصلت طفرات كتير جدا تدل ان الراجل ده اداريا اداريا اقوى طبعا. في المنصب ده. طبعا.